حرب الرقائق، كيفاش شريحة صغيرة ولات أخطر من البترول. شنو رأيك إذا نقولك اللي أخطر حرب صارت بين أمريكا والصين اليوم ماهيش على النفط وماهيش زاد على سلاح، أما على قطعة إلكترونية صغيرة برشا نسميهم احنا الرقائق. اليوم أمريكا بدأت تمنع في الصين من كونها توصل لأقوى رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، حتى الرقائق عبارة على وقود الذكاء الاصطناعي لشركات كما انفيديا. من غير الرقائق هذيا يصعب برشا كوننا ندربوا أنظمة كما شات جي بي تي ولا جيميناي وكلاود وغيره، ولا أنظمة عسكرية ذكية. خرجت تقارير تقول اللي ترامب دي اليوم يقدم بعض التنازلات للصين، وهذا بعد زيارته لبكين اللي شفناها الناس الكل، والهدية هي موافقة جزئية على تصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية. والمفاجأة هوني اللي كونها الصين رفضت، على خاطر فهمت اللي إذا كان مستقبل الذكاء الاصطناعي يكون مربوط بأمريكا، أمريكا تنجم توقفها في أي لحظة. على هذاك الصين بدأت تضخ في مليارات الدولارات باش تطور رقائق محلية، مصانع متطورة واستقلال تكنولوجي كبير. يعني اليوم الحرب بين أمريكا والصين ما عادش حرب تجارية، ولات عبارة على حرب ذكاء اصطناعي، سيطرة تكنولوجية ومستقبل اقتصادي عالمي. خاطر الدولة اللي تتحكم في الرقائق اليوم نجم تتحكم في العالم غدوة.